السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ ماما نادية. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الظروف. اليوم غادي نتقاسم معكم لعشاق الحامض كيكة بالحامض، كتجي منعشة سهلة ولذيذة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وإلا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعاتكم باش هكا كنتشجع أنني نزيد نتقاسم معكم المزيد من الوصفات. يلا ما نطولش عليكم، دوزوا للمقادير مع طريقة التحضير. عندي 3 البيضات، رشة ديال الملح، كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نسم بقشور ديال الحامض. غادي نضرب مزيان بالضراب اليدوي. من بعد غادي نضيف واحد كاس لاروب ديال الزيت مع التحريك المستمر. وغادي نضيف واحد العلبة ديال الياغورت بنكهة الفاني. ومن الأحسن البنات إلا عندكم الياغورت بنكهة الحامض. صافي خديت واحد الحامضة كبيرة اللي عصرتها، عطاتني 4 كاس ديال الحامض اللي ضفتها على الخليط. وغنبدا نضيف دابا في الدقيق. ضفت الكاس الأول 2 أكياس ديال خميرة الحلويات، والكاس الثاني غادي نزيدو بالتدريج. صافي وهنا غادي نضيف نصف الكأس اللي بقى ليا ديال الدقيق. زادت ليا 2 كيسان ديال الدقيق، وغادي نحرك مزيان. وغادي نزيد واحد المعلقة كبيرة ديال البافو. صافي وهذا هو القوام ديال الخليط. غادي ناخد هذا المول اللي دهنتو بالزبدة وغبرتو بالدقيق، وغادي نفرغ فيه الخليط. وفي هذه الأثناء هذه راني مشعلة الفران على 180 درجة غير من التحت، وغادي ندخلها حتى غادي طيب وتذهب من التحت، ونشعل عليها من الفوق. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. غنقلبها في طبق التقديم. ودابا غادي ندوزو باش نصايبو الكلاصاج باش غادي نزينوها. كتجي مفشفشه البنات زوينه. صافي والكلاصاج اللي غادي نحتاج فيه واحد الكاس ديال السكر كلاصي والعصير ديال الحامض. وغادي نبدا نضيف معلقه بمعلقه وانا كنخلط. وعيني ميزانيه البنات حتى غادي تقاد الخليط وغادي تصايب الكلاصاج. صافي تيكون على هذا القوام هذا. وغادي نزين به الكيك. وإلا بغيتو تزينوها البنات بالتزيين كيبقى اختياري، ولا بغيتو تزينوه بالشكلاط غدوبوا الشكلاط وغادي تزيدو فيه واحد المعلقه ديال الحامض وتخلطوه مزيان مزيان مزيان، وغادي تزينوا به الكيك ديالكم. صافي انا زينته بهذا الكلاصاج هذا وبواحد الدوائر ديال الحامض وبالبافو. وعندي هنايا حبيبات ديال الشكلاط باللون الاصفر تا هو زينته به. والتزيين البنات راه كيبقى اختياري، زينوا باش ما بغيتو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي تقاسمت معكم. تيجي منعش رائع رائع البنات، كيستحق التجربه. انا غادي نقسمو معكم كما عودتكم. تيجي مفشفش ومهوي، كتجي فيه النكهه ديال الحامض مركزه زوينه زوينه البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من دعواتكم الزوينه. وما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.